محمد حسام ميدو بيقول لك انا مش هشجع الاهلي في كأس العالم للأندية. فهنا طبعا لما جمهور الاهلي يسمع الجملة دي هينهاروا من العياط، دموعهم هتغرغر الدنيا، هيروحوا يطالبوا ان النادي الاهلي يقفل. كابتن محمود الخطيب قاعد زعلان في مكتبه وبيقول اعضاء مجلس الاداره، بيقول لهم لا لا يا جماعه، ميدو مش هيشجعنا في كأس العالم، احنا بقى نقفل النادي دوت عشان مش هينفع. يا ميدو مش كده يا ميدو. بص يا ميدو، انت زملكاوي وانا زملكاوي وكل الزملكاويه طبيعي جدا، واي اهلاوي واي زملكاوي مستحيل مستحيل من رابع المستحيلات منافس او جمهور منافس يشجع المنافس التاني. انا معاك، انا كزملكاوي يا معلم، انا لما بقعد اتفرج على مباراه الاهلي واطلع اتكلم بعد كده، فبطلع اتكلم الاهلي حلو فبقول لك الاهلي حلو، الاهلي وحش بقول لك الاهلي وحش. اخبار مثلا او في حاجه الاهلي عملها حلو في منظومه او منظومه ناجحه، انا واحد متصالح نفسي في الحته دي فبطلع وبتكلم على الاهلي في الحته دي انه ناجح في الحته دي وانها منظومه ناجحه. يمكن الكلام ده بيزعل بعض الزملكاويه مني والاقي ناس بتشتمي، ولكن ولا في دماغي، ولكن مش هشجع الاهلي. انا يا عم مش هشجع الاهلي، لكن لما بقعد اتفرج كده انا ممكن يعجبني لعب الاهلي في مباراه فاطلع اتكلم واقول لك لا النهارده الاهلي كان كويس ولا الكلام ده كله. ولكن يا معلم احنا مش هنشجع الاهلي ولا هم هيشجعونا في يوم من الايام. لكن ان انا اطلع بقى اتكلم واقول لا انا مش هشجع الاهلي، ما هو طبيعي يا معلم، ما هو طبيعي، ما فيش اهلاوي مستنيك ان انت تشجعه ولا تطلع تتكلم اصلا عليه. حتى انا لما اطلع اتكلم، هو ما فيش حد اساسا زملكاوي يتكلم على الاهلي، هو الاهلي مش مستنيك ولا مستنيني علشان قيمته تعلى. هو كده كده الاهلي قيمته كبيره، مش في مصر ولا في افريقيا ولا في الوطن العربي بس ولا في الشرق الاوسط، لا لا لا، ده في العالم كله. شوف يا معلم، الفيفا بتتغنى بالاهلي وانه نادي القرن الافريقي ببطولاته وي كل الكلام. فالاهلي مش مستنيني ولا مستنيك ولا مستني اي حد انه يشجعه ولا انه يتكلم عليه عشان يعلي من قيمته. الموضوع منتهي. فانت لما تطلع تتكلم وتقول الكلمه ديت فملهاش اي قيمه ولا لها اي لازمه، بالعكس هتضحك الناس عليك، لان ده طبيعي. لا انت هتشجع الاهلي ولا جمهور الاهلي هيشجعك في يوم من الايام. الموضوع ده منتهي. ولكن في فرق ما بين ان واحد يكون متصالح مع نفسه ويقول مثلا كلمه في حق الاهلي صحيحه مليون المية، زي ما بطلع واتكلم واقول لك لا الاهلي منظومه ناجحه، الاهلي نادي بطولات، الاهلي عنده سيستم، الاهلي عارف ان ازاي جمهور الاهلي عارف امتى يشجع امتى يهاجم. الكلام ده موجود على ارض الواقع وملموس، نادي مبادئ، الاهلي فوق الجميع. فالكلام ده ملموس على ارض الواقع وشايفينه وحاسينه، عكس الكلام اللي بيتقال عندنا احنا او احنا بنقوله وبنحاول احنا نروضه. ولكن في النهايه لا الاهلي محتاج ان انت تتكلم عليه وتعلي من قيمته، لان قيمته كده كده كبيره، ولا انت كمان الاهلي محتاجك ان انت تشجعه. وكفايه عظمه لحد كده، وكفايه الاهلي بجمهوره.